وفي سنة 2007 روني كولمان بيعتزل بعد تدهور فورمته وحصوله على المركز الرابع في مستر أولمبيا وظهور جاي كاتلر وفوزه بمستر أولمبيا بداية من سنة 2006 ولحد سنة 2010. ومن بعد الاعتزال وإلى يومنا هذا روني كولمان حياته حرفيا عبارة عن المقولة الشهيرة لدكتور أحمد خالد توفيق، واللي كان بيقول فيها: أريد أن أجمع قدرا من المال يكفيني لعلاج الأمراض التي أصابتني أثناء جمعه. روني حياته بقت عبارة عن سلسلة لا تنتهي من العمليات الجراحية الفاشلة وألم مستمر لا ينتهي أبدا، لدرجة فقدانه القدرة على المشي واستخدامه كرسي متحرك. روني كولمان لما بيتسأل انت ندمان على ايه في حياتك بيجاوب على انه مش ندمان على اي حاجة في مشواره المهني، وانه لو يرجع بيه الزمن كان هيشيل اوزان اتقل. I had a lot of fun lifting all that heavy weight. People ask me if I had any regrets. Yeah, I have some regrets. I didn't go heavy enough. Really? وفي رأيي دي إجابات سينمائية، كليشيهات مبتذلة، بس يعني بتجيب مع الناس، بتثير في نفوس البني آدمين نوع من التعاطف، الترابط مع اسم الشخص، تخليده في الأذهان كأسطورة ضحى بحياته في سبيل حلمه، الحاجات دي يعني. بس بصراحة كأرقام وإنجازات هو أفضل من وقف على مسرح مستر أولمبيا، لكنه بالنسبة لي مش أذكى شخص في المجال ده. روني كولمان 61 سنة مش قادر يمشي لوحده، عندك أرنولد 78 سنة وبيتمتع بصحة جيدة. معظم الأبطال اللي قبل روني كولمان أو بعده محدش منهم عانى نفس المعاناة اللي روني كولمان بيعاني منها. روني رفض الاستماع لجسمه، رفض الانصياع لصوت الألم لسنوات عديدة، وتجاهل الإشارات اللي كانت بتقوله كفاية، وقف اللي بتعمله ده فورا، فما كان من جسده إلا أن أعلن الحرب عليه. جسمك عمره ما كان ملك، جسمك أمانة ربنا اداها لك عشان تعمر في الأرض وتستخدمه لصالحها، وعقلك ده أعظم هبة ربنا وهبها لك. ولو عقلك صور لك إن في حاجة بدون تمن يبقى محتاج تراجع نفسك مرة، خصوصا لو التمن اللي هتدفعه ده هو صحيح.